السلام عليكم، مرحبا بكم، تحياتي إليكم جميعا إخواني. اليوم راح نهضروا على شافي ألونزو وإمضائه لريال مدريد. تساؤل: هل سينجح في ريال مدريد أم لا ينجح؟ في الحقيقة المدربين من سنة 2000 إلى 2025، المدربين اللي ينجحوا في ريال مدريد هم أبناء الفريق. ريال مدريد كي نهضروا على البطولة ولا على كأس الملك ما ناش نهضروا على ريال مدريد نهضروا على رابطة الأبطال. من 2000 إلى 2025 شكون أو من هو المدرب اللي كان فاز مع ريال مدريد برابطة أبطال أوروبا؟ أولا هو ابن الفريق، واللي كان لاعب في المنتخب الإسباني، مدرب كان لاعب في المنتخب الإسباني وكان لاعب في ريال مدريد، وهو ديل بوسكي. كان فاز معهم بكأس رابطة الأبطال سنة 2000 و 2003. المدرب الثاني اللي كان نجح معهم وهو أنشيلوتي. وأنشيلوتي كان تقريبا ابن الفريق، كان درب بزاف في ريال مدريد وكان درب على مرتين. نحسبوه من أبناء البيت أو أبناء الفريق. اللاعب الثالث أو المدرب الثالث اللي كان فاز برابطة الأبطال وهو زين الدين زيدان، كما نعرف بأنه كان لاعب في ريال مدريد وأنه يلعب مع وهو يعمل كماناجر في ريال مدريد، وهو مدرب فئة الصغرى في ريال مدريد. إذن هو ابن الفريق. أنا ثلاث مدربين، ثلاثة هما اللي كانوا داو رابطة الأبطال مع ريال مدريد. شافي ألونزو نحسبوه مع هذه الثلاثة، هل سيفوز برابطة الأبطال هذا الموسم أو لا يفوز الموسم هذا أو الموسم القادم؟ شافي ألونزو كان دار موسم مليح مع ليفركوزن، وهذا ليس معيار باش نقولوا ينجح مع ريال مدريد. هاو جاب لاعبين توعو، جاب لاعبين اللي يمشوا الكرة، ولاعبين المدافع هذاك اللي جابوا 20 سنة تاع المنتخب الإسباني اللي يعرف يخرج الكرة، جاب لاعبين تقريبا توعو، راح يلعب بطريقة تقريبا كما ليفركوزن. ولكن انت كي تكون مدرب الفريق متواضع، ماهوش كيما مدرب مع ريال مدريد، تكون فريق متواضع، عندك لاعبين متواضعين، ما كاش ضغط الجمهور، الطلبات تاع المسؤولين وطلبات تاع الجمهور ما تكونش السقف تاعها عالي، ماشي كيما تلعب مع ريال مدريد، اقوى نادي في العالم، اشهر نادي في العالم، اغنى نادي في العالم. متطلبات ريال مدريد كبيرة، متطلباته هي الفوز بالألقاب. عنده لاعبين كبار، صعب التعامل مع اللاعبين الممتازين الكبار المشهورين في العالم. ضغط الجمهور، طلبات الجمهور، وهي كذلك الألقاب. إذن العامل في نادي متواضع ليس هو العامل في نادي كبير. نعطيكم مثال: هذاك المدرب اللي كان في سبورتينغ لشبونة كانت عنده طريقة جيدة، لاعب ممتع. في مانشستر يونايتد ما كاين والو. خوان موطا أو لا المدرب اللي كان في إيطاليا وراح جوفنتوس العام هذا هو ما كملش، هو ما كاين والو. التدريب في نادي متواضع ليس هو التدريب في نادي كبير. كي نشوف شافي ألونزو هو درب في نادي متواضع، نادي كبير، نتوقع الفشل. ولكن كي نعرفوا شافي ألونزو كلاعب، وأنا من المعجبين بطريقة لعب شافي ألونزو لما كان لاعب، كان يلعب سونتينال، ونحب بزاف اللاعبين اللي يلعبوا سونتينال. درب في او درب مع مدربين كبار، لعب في فرق كبيره، الاب تاعو كان مدرب. يعني نشوف السيره تاعو كيما السيره تاع غوارديولا، وين كان خدم في برشلونه وكان فاز بالشامبيون تاع النادي الثاني تاع برشلونه وطلع لبرشلونه. شافي الونزو كذلك عمل في نادي متواضع في اسبانيا، وراح ليفركوزن طلع المستوى تاعو، ثم جاء ريال مدريد. نشوف فيه اللاعب اللي يخدم مع مدربين كبار، كانوا زملاء تاعو لاعبين كبار، عنده خبرة كبيرة، لعب مع نوادي كبيرة. هي كرة القدم ليست علم دقيق، ولكن كي نشوف النواحي هذو تاع شافي ألونزو نقول باللي شافي ألونزو ليس كالمدربين الآخرين. شافي ألونزو ابن ريال مدريد، شافي ألونزو عنده الخبرة، شافي ألونزو يعرف مليح كرة القدم. ليس بالضرورة ما الطريقة اللي يلعب بها في ليفركوزن راح يلعب بها في ريال مدريد. إذن على حسب رأيي أنا، يا شافي ألونزو راح ينجح في ريال مدريد،
وهذه كرة القدم. إذا خسرت أكيد راك فاشل، وربح ليس مضمون في كرة القدم. إلى أن يبدأ الموسم نشوفه مع شافي ألونزو وريال مدريد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.